إلا دخلتي في المجال ديال التسويق وفشلتي، راه ما فشلتيش حيت ضعيف، فشلتي حيت دخلتي بعقلية غالطة. خليك صريح مع راسك، واش المشكل في المجال ولا في طريقة الدخول ديالك؟ كاين ناس جربوا يروجوا مشاريعهم، داروا لوغو، بيج، بوستس، وتصنتوا شهر شهرين، ومن بعد خرجوا محبطين وقالوا هاد المجال مشبع، الناس ما كتخلصش، الزبناء ما كيتجاوبوش. ولكن الحقيقة هما ما كانوش كيهضروا مع أصحاب مشاريع حقيقيين، كانوا كيهضروا مع أوهامهم. شوف، صاحب المشروع ما كيسوقش باش يعجبك، وما كيديرش الإعلانات باش يعطيك لايك، كيصرف فلوسه باش يجيب زبناء فعليين. وبالنسبة ليا أنا بديت من الصفر، غير فكرة وصبر، وبهاد العقلية الصحيحة قدرت نجلب أول زبون فعلي، ومن بعد تزايدوا النتائج وحدة وحدة. ما باغيش يسمع، غادي نطلع لك رايكات أو engagement، ولا غادي نجرب أودينس جديد. باغي يسمع جملة وحدة، كيفاش غادي تدخل ليه الزبون، بشحال وفاش الوقت. وهاد الشيء ماشي نظرية، هذا هو الخطأ رقم 1 اللي كنشوفه عند أغلب الناس اللي باغيين يدخلوا هاد المجال. ملي كتفهم هاد العقلية ما كتقدمش خدمة عابرة، كتولي شريك في النتيج. وهنا كيبدا الفرق الحقيقي، انت ما كتطلبش فرصة، انت كتقدم حل، وهو كيطلب النتيجة. إلا بغيتي تبقى تبيع خدمات، هاد المجال غادي يدمرك. ولكن إلا بغيتي تجيب نتائج حقيقية، راه المجال مازال مفتوح، ولكن ماشي الجميع. إلا حسيتي براسك في هاد الكلام، راك في بلاصتك هنا. اكتب حاب النتائج في الكومنت، ودير سبسكرايب وتابع الحساب، حيت هنا ما كنهضروش على الأدوات، كنهضروا على النتائج الحقيقية.